بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة يا جماعة، معاكم النهاردة أحمد حمدان. هنتكلم النهاردة عن تلفزيون LG 32. بصراحة حاجة زي الفل، لو بتفكر تشتريه خليك معايا. طبعا يا جماعة ده شكل علبة التلفزيون LG 32. بنحتاج مقص ومفك، عشان المفك نركب الرجول والمقص عشان نفتح بيه العلبة. طبعا التلفزيون معاه ضمان سنتين. هنفضل نستعرض محتويات العلبة مع بعض وارجع لكم تاني بعد ما نخلص. طبعا العلبة دي بتكون موجودة مع الشاشة جوه، فيها محتويات اللي بتلزمك زي رجلين الشاشة، زي الريموت وهكذا. طبعا ده شكل رجلين الشاشة، شوفهم. هنتعلم مع بعض ازاي نركبهم، يعني هي الموضوع بسيط خالص. يبقى أول حاجة بتيجي معاها شكل الرجلين دي. بس برضو بنيجي على علبة كده نشوف محتوياتها. برضو العلبة شكلها شيك خالص يا جماعة. بيجي الريموت طبعا، بتكون الحجارات او اللي هي حجر الريموت بيكون لوحده برضو. انا فكيته وفتحت دي وركبتها. اوكي. يبقى تاني حاجة بتيجي الريموت. تالت حاجة بتيجي في العلبة كابل الكهرباء. طبعا انا فتحته قبل كده، ولكن يعني ايه عشان برضو تشوفوه. ادي شكل كابل الكهرباء اللي بيجي معاه. دي بتوصل في الكهرباء عادي، ودي في الشاشة النار. اوكي. فبيجي كيس كده فيه مسمارين، يبقى المسمارين دول اللي هم بيركبوا للقعدة دي. عندك بقى بيجي الكتالوج ازاي نقدر نشغله كده، اوراق. دي الكتالوج. واخر حاجة طبعا هتلاقيها في علبة بتاع ده الضمان. طبعا الضمان ده هنا لازم بتكلم خدمة العملاء ده عشان تفعل الضمان. بعد ما بتشتري الشاشة على طول تتصل بالرقم دوت او دوت وتفعل الضمان. خدمة عملاء LG. طبعا الضمان سنتين على الشاشة دي. دي شهادة ضمان من LG طبعا. حاجة ممتازة يعني زي الفل. دي كل كده محتويات العلبة اللي بتيجي مع شاشة التلفزيون، بتيجي في العلبة الشيك دي. طبعا حاجة جميلة جدا الحاجات دي. طبعا طريقة تركيب الرجول يا جماعة بسيطة خالص. بتحتاج المسامير دي اللي هي جاية معاه، ودي شكل الرجول زي ما انتم شايفين كده. الرجلين اهم نفس الشكل يعني يعتبر. اوكي. ودي شكلها من الظهر من تحت نفس الشكل. بتيجي هنا كده، لو ضغطت دي غلط كده مش هتنفع تركب. تعملها كده، حطيتها ركبت عادي. طب هل الرجل التانية تنفع تركب مكان دي؟ عادي يعني. عشان دي اركب دي عادي كده خالص عادي. لو عملتها غلط كده مش هتنفع تركب. انا كل الموضوع هحطها كده اهي. والتانية نفس القصة. يجي برضو التانية دي كده يا جماعة، لو جينا يعني دي ركبناها نيجي على دي برضو حطيناها كده هتلاقيها ركبت عادي. بتبدأ تيجي هنا في فتحة كده. اوكي. بتيجي بس تربط المسامير دي بالمفك. فيعني الموضوع بسيط خالص. نبدأ نيجي على أول واحد كده نحط المسمار. اوكي. طبعا المسمار له مكان كده بيخش فيه جوه. ثواني. بس كده مجرد ما نعمل كده ونبدأ نربط. بتلاقي الرجل عادي خالص. وده برضو نفس الكلام، يعني هنحط المسمار ونفس الحدوتة فيه. بص عادي خالص تبدأ تربط كده. مفيش أي مشكلة. بقت كده جامدة خالص. والتلفزيون ممكن تعدله يعني. طبعا التلفزيون يا جماعة زي ما انتم شايفين له HDMI، له مخرج صوت ديجيتال، له هنا HDMI تاني. يبقى فيه اتنين HDMI، واحدة هنا واحدة هنا. عندك هنا مخرج USB. ده لو عايز توصل فلاشة او كده خلاص تشغل من عليها افلام كرتون او كده. طيب عندك وصلات فيديو اوديو لو عايز الريسيفر بتاعك يشتغل، او الريسيفر قديم شوية وبيشتغل بوصلات الفيديو اوديو. طيب عندك هنا ريسيفر داخلي لو عايز تشغله عادي، ممكن توصل سلك الدش هنا وتشغل الريسيفر الداخلي اللي فيها.
وممكن تشغل ريسيفر خارجي، لو عندك ريسيفر خارجي توصله في ال HDMI دي او اللي في الجنب دي عادي، اي واحد فيهم برضو بيشتغل. عندك هنا مخرج صوت ديجيتال. خلاص. وعندك المكان ده بيركب فيه الاريال اللي جاي من فوق السطح لو انت عايز تشغل القنوات الارضية الديجيتال او كده. تمام. ده المكان اللي بيركب فيه سلك الكهرباء بتاعه، يعني هنا كده ده سلك الكهرباء اللي بيجي معاه. خلاص، زي ما شفنا في أول الحلقة في العلبة بيركب في المكان ده. والتلفزيون بصراحة حاجة يعني تجربة رائعة يعني. طبعا ده يا جماعة شكل التلفزيون من قدام بعد ما بتوصله في الكهرباء أو كده. بتلاقي فيه هنا لمبة بتنور أحمر زي ما انتم شايفين. تحتها هنا في زرار، يعني لو ضغطت على الزرار دوت كده التلفزيون بيبدأ يقيد معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. فانت ممكن تقيده كده وممكن تشغله بالريموت. خلاص. يبقى انا ممكن اشغله بالريموت دوت. خلاص. وممكن اشغله زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا لو بتفكر تشتري تلفزيون LG 32 هيكون خيار ممتاز ليك، لانه فيه 2 HDMI، في ريسيفر داخلي، في مكان للقنوات الديجيتال الارضيه، تقدر توصل اريال بي وتجيب القنوات الارضيه. فبصراحه هيكون خيار ممتاز ليك. لو بتفكر تشتري، نصيحه اشتري. طبعا لحد هنا حلقتي تكون انتهت معاك النهارده. ما تنساش تضغط على علامه سبسكرايب الحمراء دي من تحت الحلقه دي عشان يوصلك كل جديد. واخر حاجه احب اقولها لك، نورتوني في قناتي، وكان معكم احمد حمدان. دي اللي جمع الله، الحلقه خلصت. يلا، السلام عليكم.